كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نعمل بقى أفضل مشروب في رمضان وهو الكركديه. لما تيجي تشتري الكركديه هاتي الكركديه الأسواني، بيبقى حلو جدا ومفهوش ريحة أي حاجة وحشة، بيبقى شبه الوردة الكاملة كده. خلاص هنجيب هنا الكركديه نقيه من أي حاجة ونغسله غسلة كويسة، وبعد كده نحطه في حلة ونحط عليه شوية مية ونسيبه يغلي لمدة ساعة. خلاص هنيجي بقى هنا لازم الكركديه يتخفف بمية تاني نضيفة. تمام، لان لو عملناه زي ما هو هتبقى الكميه قليله جدا وبعدين هيبقى خام جدا جدا. لازم يتخفف بالميه. خلاص فانا هخففه معاكم كده برتلين ميه تقريبا، وهصفي، ويا ريت المصفى تكون ضيقه جدا عشان ما تخرجش اي حاجه من البواقي الكركديه كده، يجي بقنا كده وبيبقى طعمه مش حلو. خلاص انا خلصت الكميه كلها. خلاص هشيل بقى كده وهاجي هنا هحليه. انا بعمل كميه كركديه تكفيني رمضان كامل او بعد رمضان كمان، مش كل يوم بقى هعمل لان هو طبعا بياخد غلبة في العمايل بتاعته. اهو خلاص حطيت بقى السكر، بياخد كميه سكر حلوه. افضل بقى ادوب السكر، وهاجي هنا هعبيه في ازايز، ويفضل تكون ازايز ميه معدنيه، ما يكونش ازاز من ازايز البيبس، لان ازاز البيبس ما ينفعش استخدمها تاني. ازايز الميه وبعدها تترمي، ما ينفعش احط فيها تاني. خلاص وبحفظهم بقى في الفريزر لطول شهر رمضان، بيفضل معاكي بدل ما كل يوم تعملي حبة بحبة. وإن شاء الله الطريقة تعجبك، ولايك وشير للفيديو. كل سنة وانتم طيبين، باي باي.